مهاجم الاهلي في القاهره للتوقيع، وميدو بيفجر مفاجاه برحيل زيزو واحمد فتوح. عمر كمال عبد الواحد بيعمل الجلسه التصويريه، والزمالك بيفك القيد. السلام عليكم. وفي البدايه كده عايزك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده وتعمل شير وتعمل سبسكرايب للقناه. عمر كمال عبد الواحد اللي هيكون لاعب النادي الاهلي في انتقالات يناير الحاليه عمل الجلسه التصويريه. النهارده عمر كمال عبد الواحد عمل الجلسه التصويريه وهيطلع للناس بتيشيرت النادي الاهلي رسميا في شهر يناير. عمر كمال عبد الواحد لاعب حابب النادي الاهلي، ومن فتره هو عايز يجي النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمل ده كويس مع نادي فيوتشر وقدر يجيب لاعب مهم جدا في صفوفه، لاعب هيكون افاده كبيره جدا للنادي الاهلي. مبروك لكل اهلاوي. عمر كمال عبد الواحد اهلاوي رسميا. وسام ابو علي في القاهره لاتمام تعاقده مع النادي الاهلي بصفقه عدت ال 2 مليون يورو. كلنا سمعنا عن وسام ابو علي اللي كل الناس بتتوقع ليه انه يكون مهاجم النادي الاهلي الاول وهداف دوري ابطال افريقيا والدوري المصري مع الاهلي. وسام ابو علي اللاعب الفلسطيني اللي كل الناس شايفه ان ده هيكون المهاجم الانسب لكولر والخطه كولر، النهارده في القاهره رسميا عشان يوقع للنادي الاهلي بعد الكشف الطبي. مبروك للنادي الاهلي تاني صفقه في شهر يناير بعد صفقه عمر كمال عبد الواحد. الزمالك بيفك القيد رسميا. الخبر ده هتسمعه على كل القنوات التلفزيونيه ان الزمالك فك القيد. مجلس اداره نادي الزمالك نجح انه يفك قيد نادي الزمالك ويدفع الغرامه لسبورتنج لشبونه، وخلص كل الديون اللي على الزمالك الحاليه قبل ما يقف القيد تاني مع القضايا الجديده. نادي الزمالك عليه قضايا كبيره جدا لساسي والخالد بوطيب واللعيبه تانيه كتير رافعه قواضي على نادي الزمالك، فنجاح مجلس الاداره انه يفك القيد في الوقت الحالي ده حاجه مهمه جدا وهتفيد نادي الزمالك لعمل صفقات. لكن عايز اقول لك ان الزمالك خلاص رسميا ناصر منسي للبنك الاهلي ب 15 مليون، ومحمد عبد الغني رسميا هيغادر نادي الزمالك عشان يجي بداله اسامه فيصل مهاجم نادي الزمالك اللي كان معار للبنك الاهلي، وعبد الغني هيروح للبنك الاهلي. والصفقه اللي جماهير الزمالك اتكلمت عليها كانت محمود صابر لاعب نادي بيراميدز اللي كان معار لزد. محمود صابر هيكون صفقه الزمالك في صفقه تبادليه مع محمد صبحي حارس المرمى، وفي كلام ان احمد سيد زيزو هيروح لنادي الشباب السعودي عشان الزمالك يجيب مصطفى فتحي. واحمد حسام ميدو فجر مفاجاه كبيره جدا مع سيف زاهر وقال ان احمد فتوح خارج الزمالك. احمد حسام ميدو قال ان احمد فتوح جاي له عرض من الدوري السعودي من احد الانديه الكبرى، وبيقول ان محمد شكري لاعب سيراميكا هيكون هو البديل. دي كانت اخبارنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب للقناه.